دخلنا موسم الأعراس والأفراح وحفلات الخطوبة إلى آخره من المناسبات السعيدة. ربي يكثر أفراحكم ويهنيكم إن شاء الله. وراح نقترح عليكم هذه الحلوى للأعراس، صابلي بريستيج بذوق الموز، محشي بحشوتين، يعني في زوج هايلين، كريمة الموز ولا البنانة رائعة، وحشوة تانية مقرمشة، وحتى الشوكولا يعني بنكهة الموز، والتزيين بسيط وراقي. نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ومرحبا بكم كامل وين ما كنتوا في مطبخ حارة الحرائر. أتمنى تكونوا بخير حراير، مهنيين في صحة وسعادة وعافية يا رب. بدينا بسم الله، وبديت بالشوكولا يعني اللي شوية تحكم اليد. هذه هي الشوكولا راح نستعملها، غير ذوبتها برك. شوفوا القوام تاعها، جبتها هكا منكهة وملونة بهذه الطريقة، غير ذوبتها برك وراح نستعملها. هذا هو الامبالاج تاعها، فيها 200 غرام تقريبا، استعملتها كامل. واستعملت هذا المول جاي شغل تخوادي، جاي مربع بس ماهوش مربع منتظم. درت 3 طبقات منها بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. المهم ركزوا على لي ديتاي هكا باش كي تجيو تنحيوها ما تتعبوش يعني، ولا ما تكسر لكمش. انا كملت كامل الحبات وراني قاعده نديمولي فيهم. شوفوا الشكل تاعهم يعني هايل. طبعا تقدروا تستعملوا اي مول اللي حبيتوه، بدلوه كما تحبوا. المهم خليتهم جانبا ورحت باش نحضر العجينه لهنا فيها 150 غرام تاع مارغرين، ملعقه كبيره تاع سكر ناعم ما تعمروهاش ياسر ياسر، وملعقه نتاع هذا الموز، فلون بذوق الموز. درت ملعقه برك هكا باش ما تجيناش حلوه ياسر. مام حتى هذيك الشوكولا راهي ماهيش حلوه كيما الشوكولا البيضاء اللي نكهوها. المهم الحلوى هذه ما تجيش حلوه ياسر ما تقهمش. زدت رشه الملح وزوج ملاعق كبيره نتاع زيت وواحد صفار بيض، ونخلط كامل هذه المكونات بالباتور. لهنا قاعد الحال عندي شويه برد، راهم كامل المكونات بدرجه حراره الغرفه. قاعد الحال برد وحاكمين رواحهم، وليت معسهم بشويه بالملعقه. من بعد كملت بالباتور. الباتور غير نخلطو بيه برك، ماشي لازم تحصلوا ولا كريمه هكا خفيفه ولا الخليط يولي ابيض، لا لا، مهم يمتزجون المكونات مليح مليح. والفلون اللي زدناه لازم يذوب. هنا زدت تقريبا زوج ملاعق كبار ماهمش معمرين تاع نشا، ونزيد نخلط خلطة خفيفة ان شاء الله بالكم يمد الخفة للصابلي. وين ما تحطوا نشا يعني يعطيكم خفة وهشاشة وطراوة تاني كما شفتوا. غير خلطة صغيرة برك، ومن بعد نبدا نروح في الفارينة ونزيد الحلوى، خميرة الحلوى عفوا. زيدوا ملعقة تاع قهوة عمروها مليح، ولا ملعقة تاع حليب ما تعمروهاش مليح، ولا ملعقة صغار. خلاص هذو كيما درت انا، درت ملعقة وشوية. نبدا نخلط غير باطراف الاصابع كيما هكا، من نعجنش، ونزيد الفرينة غير بالتدريج حتى نتحصل على عجينة تكون طرية، عجينة الصابلي المعروفة سهلة التشكيل. ما تكونش كيما نقولوا يابسة ياسر، وما تكونش كيما نقولوا طرية ياسر. وهذا هو القوام تاعها يعني. شوفوا هايلة، تحسوها مبسة تحت يديكم. انا خدمت بها مباشرة. فتحتها بين زوج اكياس بلاستيكية بهذه الطريقة، وطبعتها بطابع يكون مربع. تحبوا ديروا الطابع قد المول قد تحبوا ديروه كبر بشوية باش من بعد تزينوه كما زينته انا. وطبعا كنت مشعلة الفور على درجة 170 180 160، المهم درجة حرارة تكون هادئة ولا متوسطة شوية. وراح نحطه فوق الطبي هذا. الطبي هذا سيليكون يدخل الفرن عادي ما يصير له والو، تحطوا فوقه الحبات باش يخرج لكم هذوك المربعات اللي تشوفوهم في الصابلي بريستيج. وكعاد كبير درته هو تاع الكبير يعني تاع البلاطوات الكبار. هنا راح نطيبه غير في الفرن في بلاطو صغير، على جال هذيك لهوتو فرشته غير البلاصه اللي نحتاجها برك بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا فيه. والسمك تاع الحبه شفتوها. ندخلو الفرن يطيب غير من تحت فقط، وكي نخرجو نحطو يبرد ونروح نحضر الكريمه نتاع الموز. لهنا عندي 100 غرام تاع مارغرين، وملعقه ملعقتين عفوا نتاع الفلون هذا تاع الموز بذوق الموز. اللي ما عندوش يدير هذا المنكه برك، ولا لبطاغم فيها الذوق وفيها اللون. ونخلطهم كامل مليح بالباطيغ هكا حتى يتجانسوا المكونات وتولي عندي كريمه خفيفه بهذا الشكل. راهي ما تبيضش لانه فيها
الاخر الفلون واصفر. المهم لهنا زدت ملعقة كبيرة ولا ملعقة ونص نتاع حلوى الترك وكملت خلطت مليح. وهذه هي النتيجة اللي تحصلت عليها. حطيتها في لابوش باش من بعد نحشي بها الحبات. المهم وجدتها ودوكا نزيد نروح نوجد الحشوة الثانية اللي هي فايتين وكمية من القطايف المحمصين، ماهمش مرحيين محمصين برك. ولهنا عندي كمية تاع بسكويت يكون مرحي حتى هو، يعني ديروا تقريبا نفس الكميات. وراح نلم بالشوكولا تاع الطلي بهذه الطريقة. المهم زيدوا بشوية وخلطوا حتى تحصلوا على هذا القوام، وما تيبسوهاش ياسر باش تبقى لكم الحشوة مقرمشة. المهم لهنا جبت هذوك الشوكولا تاعي حطيتها لهنا في كطبقة أولى ولا حشوة أولى، ومن بعد نسويها كيما هكا باش ما يبقاوليش الفراغات بهذه الطريقة. المهم نخدمو خدمة متقونة ما تكتروش منها ياسر باش ما تقهمكمش. من بعد نزيدو الحشوة الثانية حتى هي نعمروها مليح بهذه الطريقة. تقدروا تستعملوا ثاني الشوكولا البيضاء ولا نفس الشوكولا اللي استعملتوها في في المول تاع السيليكون، يعني حتى هي راح تمدلكم لون وذوق ثاني. هنا كامل الحبات ومن بعد نغلقهم على الحبات هذو هما الصابلي. بعد ما طاب راح نلصقهم بالشوكولا، انتم لصقوهم بواش حبيتوا طبعا واكيد بالشي المتوفر عندكم. من بعد نحط فوقهم الحبات ننصفهم نحطهم في النص قد قد ونروح للتزيين. قبل ما نروح للتزيين لهنا الحبات هم كامل كملتهم حطيتهم جانبا. ورحت بعد ما خدمت الشوكولا في المول تاع السيليكون جيت لهنا خدمت هذو باش يشيحوا لي لهليه. استعملت المول هذا والعجينة السكر طبعتها بهذه الطريقة. ومن بعد نحيها نحطها في المول باش يجوني الورقات كما شفتوهم في اول الفيديو، يعني يجيو مضمومين هك. وخليتهم شاحوا مليح. هذا تاني ديروا لا ميزون بلاس التحضيرات المسبقة، يعني راح تجيكم حلوة سهلة خلاص، خاصة إذا راح ديروا كمية كبيرة. لهنا جبت هذا الملمع الذهبي وفوتته لكامل الحبات باش يعطينا لمعة مليحة. على بالكم اللون الأصفر شغل جاي على باليش اسكو يبان ولا لا، راهو يبان جون كناري. أجل هذه قلت نقص فيه شوية. وكنت حضرت ثاني بالشوكولا نفس الشوكولا اللي بقات لي من المول هذوك درتها في هذا المول، ذوبتها وحطيتها خدمت حبات هكا باش يعني نعطيكم زوج انواع من التزيين اللي يجيكم سهل. هذاك هو اللي تخدموا به. ونفس هذا الملمع الذهبي زدته مع شوية سائل المذيب وخلطه باش نلون به هذاك باش نلون به الشوكولا. وهذا هو النوع تاع الملمع اللي درته، وهذا هو السائل المذيب. كاين ياسر يعني اللي يسقسيوني ويقولوا لي نعطينا المنتجات هكا باش يعرفوا واش يشريو. هذا الملمع الذهبي يعني هايل، لونه دوغي يعني ذهبي، ماهوش رايح في لورانجي ولا كيما نقولوا رايح للتشيني. المهم بعد ما نكمل هذا الشوكولا نزين بها. شوفوا كيفاش خرجت هايلة يعني هكذاك. وراني في الليل يعني اللاكام كيعت الإضاءة ناقصة في الليل طبعا، يعني ما تخرجش كيما في الصح ولا في الصباح. هنا بعد ما كملت لصقتهم ثاني بسكر ديامون ولا شوكولا ولا اي وش عندكم اي حاجة لصقوا بها. لصقت هذوك الوردات ولصقت الاخرين الشوكولا. ولا هنا التزيين هذا راهو قفريط يتباع كيما هكا. راح نزين به راح نلونه هو. وهذا الكريات هذو راني خدمتهم بعجينة السكر، درتهم شوية كبار باش يجيني شوية اختلاف، يعني باش ندير حبات صغار وحبات كبار. اذا ما عندكمش ديروا بعجينة السكر ولا ما تقدرش تحصلوا عليهم. واذا كيما نقولوا تقدروا تشريوا كاين يتباعوا يعني هكا ملونين وفيهم يعني الوان واشكال واحجام يعني كيما تحبوا. هنا باش نلونوهم زدت لهم شوية من هذاك الملمع الذهبي وحركوهم هكا برك راح يتلونوا كامل والكمية اللي تحبوها. من بعد جيت حطيتهم في الوردات هذوك
واما هذوك اللي درتهم بالشوكولا تزيين تاع الشوكولا درت لهم حبات تاع قفريط هكا باش من بعد كي ديجا تاع الشوكولا راهم يابسين باش اللي ياكل ما تضروش في ضرسته. المهم هذا هو شكلهم النهائي، شوفوا كيفاه جاو يعني روعة، حاجة سهلة وسريعة. هي سريعة وسهلة كي ديروا لا ميزون بلاص توجدوا كما نقولوا التحضير المسبق. ما فيهاش مكونات ياسر، لا مكسرات لا جوز لا لوز لا حتى حاجة. تقدروا ديروها في أعراسكم، في المهيبة، في الخطوبة، حتى في الشوفة ثاني. حلوة هايلة. دركا راح نقسم معكم حبة، نقسمها. وهنا شوفوا راني درتها بلا هذاك الاخر، بلا الورق الذهب اللي يجي من تحت، يعني تحبوا ديروه تحبوا لا يعني هو يمد مظهر. لكن اللي ما تحبش تعب روحها ما ديرش. شوفوا من الداخل كيفاش يجي هايل، يعني طبقتين مختلفتين، ويجي طري يذوب ذوبا في الفم يا حراير. يعني هايل اذا جربتوه. شوفوا الشوكولا راهي يعني تذوب وما من حشوات راكم شوف فيهم طريين. وهذا الصابلي يعني هايل. هذه هي وصفة اليوم، اتمنى تعجبكم تجربوها وتخلوا لي تعليقاتكم وآرائكم. نقول لكم صلوا في رواحكم ولقاء الخير إن شاء الله. ربي يهنيكم والسلام.